معانا النهارده مكرونة الحلة الواحدة تقريبًا أنا آخر واحدة هتعملها أو عملتها أو المبكبكة الكدابة، يالّا بسرعة بقى نشوف مكوناتها اللذيذة عبارة عن إيه. أول حاجة معانا 2 من حبات الطماطم، 1 بصل، 1 فلفل أحمر، 1 فلفل أصفر، 1 فلفل أخضر، أقطّعهم بسرعة وآجي لكم بقى. هنقطّعهم كلّهم بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. خلّصت كده تقطيعهم كلّهم بحجم صغير أوي، هاحط نوع مكرونة يليق عليهم على شكل التقطيعة دي، حطيت مكرونة خواتم حوالي نُص كيلو، بعد كده هاحط عليهم التوابل، هاحط عليهم معلقتين من الملح، معلقة من الفلفل الأسود، معلقة شطة، معلقة بابريكا سوري ما حطيتش شطة لإن بنتي كانت جنبي ومش راضية خالص إن أنا أحط شطة، وحطيت معاهم معلقة من ال7 بهارات، وحطيت معاهم بقى التكة بتاعتي هي مرقة دجاج بتدّي طعم حلو أوي، أنا كنت عايزة أسويها بالشوربة بس قُلت لأ، نحط مرقة دجاج ونسويها بقى بالمَيّة عادي جدًا. حطينا كده التوابل بتاعتنا ملح، بابريكا، فلفل أسود، ال7 بهارات، عايزة أي نوع تاني بتحبيه من البهارات دي حاجة بتاعتِك أنتِ بقى حطيها. هنعمل إيه بعد كده، هنحط معاهم 3 معالق من الصلصة، دي مرقة الدجاج بافرُكها، نحط معاهم 3 معالق من الصلصة، طبعًا دي أنا مش شارياها، يعني إحنا بنحاول نعمل أكلات توفير، دي أنا مش شارياها، دي كانت جاية مع كيس بامية يعني كانت جواه، فهنحط ال3 معالق بتوع الصلصة، هاعمل إيه بعد كده، هانزّل عليها حوالي 3 كوبايات من المَيّة لغاية ما المَيّة تساوي مع المكرونة، ما تبقاش أعلى منها ولا أقل منها، عشان لو بقت أعلى منها المكرونة هتعجِّن منّي جامد، لو بقت أقل منها المكرونة مش هتستوي وهتبقى ناشفة. هنقلّبهم تقليبة كويس جدًا وبعد كده نبدأ ننزّل عليهم المَيّة. ليه حطيتهم في صينية؟ أنتم عارفين أنا باحب جدًا أسوي الأكل في صينية، باحس إن طعمه بيبقى مختلف، كمان في المكرونة دي هنقول بقى مش مكرونة الحلة الواحدة، مكرونة الصينية الواحدة، تحسّي شكلها بيبقى لذيذ وهي في الصينية كإنِّك مسوية حاجة. أنا عايزة أقول لكم ريحتها أصلًا وأنا باقلّبها كانت ريحتها حلوة جدًا، التوابل مع المكرونة من غير ما تستوي، ريحتها فعلًا كانت حلوة أوي مع الخضار. جرّبوها هتعجبكم جدًا لإنها عجبتني جدًا، جدًا، جدًا. هانزّل عليها المَيّة زي ما قُلت لكم، وبعد كده هاعلّي النار حاجة بسيطة لغاية ما المَيّة تغلي، أول ما بتبدأ المَيّة تغلي بس أهم حاجة إن أنتم تبقوا مغطيينها كويس أوي. أنا طبعًا عشان ما فيش غطا للصينية المربعة دي، كان عندي الصاج بتاع الجاتوه غطيته بيها. اعمليها طبعًا في أي صينية أنتِ حاباها، أول ما المَيّة تغلي هتهدّي النار عشان خاطر تستوي معانا، وهي فعلًا أهو استوت، أنا هاسيب فيها شوية من الصوص زي ما أقول لكم هنعملها المبكبكة الكدابة أو المكبكة اللي هي الأرداحي من غير أي لحوم، بتبقى حلوة جدًا، جدًا، جدًا بالصوص بتاعها، استوت في حوالي تِلت ساعة بعد ما هدّيت النار عليها. يعني أول حاجة إيه، سِبنا النار عالية شوية لغاية ما المَيّة تغلي، بعد كده هدّيتها، هي ما بتكمّلش ربع ساعة، تِلت ساعة بالكتير، هتغرفيها وهي سخنة، فعلًا لازم تتاكل وهي سخنة، ريحتها حلوة جدًا، ولادي جايين بيقولوا: "يا ماما هو أنتِ عاملة لنا مكرونة باللحمة، إحنا شامين ريحة لحمة." بجد كانت ريحتها حلوة أوي، أوي. هتعملي مكرونة وبانيه، هتعملي مكرونة وبطاطس، هتبقى بشكل مختلف عن أنواع المكرونة اللي بياكلوها، هتاكليها لوحدها هتبقى حلوة جدًا، جدًا، جدًا ولذيذة وفيها خضار يعني مفيدة كمان، حلوة أوي، ريحتها تحفة أوي، 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 أوي. جرّبوها وجرّبوا معاها البطاطس الويدجز أو البطاطس بطريقة كنتاكي، هتبقى لذيذة وحلوة وأكلة اقتصادية بطعم جميل وطعم جامد. ما تنسوش تتابعوني على الفيسبوك cake and cook with آية فاروق بنفس الصورة اللي هتلاقوها على الفيديو.